نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهينا بالإكتار. ونسترزق طالب رزقك ونستعطف بسرار خلقك ونستهيل بحمدك بحمد من أعطانا وطب لنا بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمعن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة على هدينا وعلى كل نية صالحة وبالقبول وإلى حضرتنا في المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وأجمع إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأجمع إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسيدنا مهاجر الله أحمد بن نساء وصاحب راتب سيدنا حبيب عبد الله بن علي الحداد وسمي الله روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم وسمي الله روح الحبيب حسين بن حسن الحداد وأولاده والحبيب حسين بن أبو بكر علي دروس والحبيب أبو بكر بن سالم والحبيب أنس بن علوي بن علي بن محمد الحباشي والحبيب علي بن محمد الحباشي وأصولهم وفروعهم وسمي الله روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب محمد بن جعفر الحداد والحبيب جعفر بن شيخنا سكاب وكي عبد الحامد والحبيب علوي بن سكاب وسكاب وأصولهم وفروعهم وسمي الله روح هذا المكبر وأصولهم وفروعهم وسمي الله روح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء
فتخلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله لقد عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصف الأسفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من
عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله الله فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور الله الله الأحكام والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، صلى الله وبسط له عليه من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، صلى الله عليه. الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلل الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. وصل به قلب منيب إلا من سواه بفضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل يزيل الضلال، صلى الله عليه. فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله سبحان عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى ما الله ملأ عليه. الوجود الخلقي نور، صلى الله فتبارك عليه. الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول اللهم صل من وسلم عليه. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان صلى الله من التصديق عليه بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله وتلوح على أهل عليه اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان عليه في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نسور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيض ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بمولد الهادي وضاءت الأكوان بمولد الهادي وضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نضحة الرحمن
يا بهجة الرحمن يا مبعث الرحمن يا كاشف الغمام يا منة الديان يا منة نعمك يا منة
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا عين قرئ أعينا يا نص الطيب باللقاء يا عين قرئ أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله بتسلسل البشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فانفلقت عليه. بيومة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله فتنقل عليه. ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله فما من عليه. صلب ضم إلا وتمت عليه من الله الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله ليتشرف عليه. بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت لك الدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحم عليه. الشريفة الطاهرة صلى حتى الله برز عليه. في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا غير عليه. أفضل ظهوره وبهر صلى الله عليه. من هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. السامعين من خواص المؤمنين صلى الله عليه. وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. الكلام عن شؤون خير الأنام صلى ولكن الله هزني عليه. لتدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وقد عليه. رحمته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعية عليه. إلى الحضرة الكريمة
كريما ولا عج تشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آنني القلم أن يخض ما حركته في الأنامل مما اشتبه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي يسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه تشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه عليه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب اللهم أول صل وسلم عليه برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم كنت وبارك أول عليه. النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين الصلب وبطون من شرفه من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم دم ونوح وإبراهيم وإبراهيم عليه السلام حتى أرسلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه. عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسوريا صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ومن ولم ولا عننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار
مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه صلى الله عليه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يدي النصارى والمجوس أسلموا بين يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب على نبي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ندعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة
وانكشفت قناع هذا المستور صلى ليبرز الله نوره عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه رتب الله على خضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقبل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة صل على محمد. إذا غشى شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة
والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب العزة تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك زين الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وغاله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المؤاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.